لو انت مدرب كوره يبقى انت اكيد محتاج كل المعلومات ديت عشان تكون مدرب محترف ومميز وتقدر تحقق كل البطولات بكل سهوله. لازم يكون عندك المعلومات ديت علشان خاطر تقدر توصل فريقك لاعلى مستوى. ازاي تقدر تتحكم في الحمل التدريبي للتدريبات اللي انت بتشتغلها مع فريقك، لان كل فتره في الموسم ولها حمل تدريبي. ودلوقتي هنتكلم عن خطط اللعب. خطط اللعب بتنقسم عندنا لنوعين: خطط دفاعيه وخطط هجوميه. يعني انا عاود الفريق ان هو يكون عنده الثقافه وعنده المعلومات وحسن تصرف في اثناء المباراه من الناحيه الهجوميه ومن الناحيه الدفاعيه. وكمان في علاقه ايجابيه وقويه جدا ما بين الاعداد الخططي والاعداد البدني. كلما كانت القدرات البدنيه واللياقه البدنيه عند اللاعبين والفرقه عاليه، ده بيكون سبب من اسباب النجاح في الاداء الخططي في الملعب. اتفق مع الفريق بتاعي هنعمل ضغط عالي على المنافس، فلازم التحمل الخاص بتاعهم يكون عالي عشان يقدروا يتواصلوا في الضغط العالي ده طوال شوطي المباراه بنفس الكفاءه وبنفس الفاعليه. هنقسم الى تحمل السرعه وتحمل القوه وتحمل الأداء. لازم تكون منسق جدا في شغلك مع فريقك، وازاي اقدر اتحكم في الحمل الخفيف او الحمل المتوسط او الحمل العالي علشان اوصل باللعيبه بتاعتي لاقصى استفاده ممكنه واعلى مستوى ممكن في النواحي الفنيه والخططيه والبدنيه والمهاريه. تقسيم خطة التدريب السنوية في كرة القدم: أولا الفترة الإعدادية، والغرض منها اكتساب الفورمة الرياضية. تستغرق هذه الفترة ما بين 8 ل 12 أسبوع. تقسم إلى مرحلة الإعداد العام من 2 ل 3 أسابيع، مرحلة الإعداد الخاص من 3 ل 5 أسابيع، مرحلة الإعداد للمباريات من 3 ل 4 أسابيع. بتحس ان لعيبتك مش جاهزه للموسم رغم التدريب المستمر؟ المشكله غالبا في حاجات بسيطه المدرب دايما بيغلط فيها. تعال نشوف ازاي نتجنب الاخطاء. الإعداد المهاري في كرة القدم: مفهوم وأهمية الإعداد المهاري. طبعا الإعداد المهاري وعند تعليم المهارة بنمر بعدة مراحل، 3 مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة اكتساب التوافق الأولي للمهارات الأساسية. تاني مرحلة وهي مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارات الأساسية. ثالث مرحلة وهي مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الأساسية. عشان كده النهارده انا بتكلم معاكم عن تقنين الأحمال. يعني أنا بحدد وأقدر أسيطر وأتحكم في الحمل التدريبي اللي أنا بشتغله مع الفريق بتاعي. وعشان كده انا جهزت لك كورس هتتعلم فيه تقنين الاحمال وازاي تقسم الوحده التدريبيه بتاعتك وازاي تقدر تخطط للموسم التدريبي بتاعك على اكمل وجه. كمان معلومات مهمه جدا عن التحمل والسرعه وازاي تقدر تبني فريقك من الناحيه الخططيه الدفاعيه والهجوميه. لو مهتم ابعت لي في كومنت التفاصيل وانا هرد عليك في اقرب وقت.